بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متزعلوش مني اتأخرت فترة، بس كان ظروف غصب عني. أرجو من حضراتكم إن انتوا تركزوا أوي في الدقيقتين اللي جايين دول، لأن الدقيقتين دول ممكن فعلا يغيروا حياتك. لعل الله سبحانه وتعالى يجعل مما أفعله هذا سببا في تحريرنا جميعا. لم يبقى لنا شيئا في مصر. مصر ما بقتش بتاعتنا، لا أرض ولا عرض. الأرض اتباعت وعرضنا في السجون. خلاص مفيش امان، مفيش امان لاي حد. ممكن في اي وقت حد يجي يهدم لك بيتك فوق دماغك وانت مش هتقدر تتكلم. ولنا في اخواننا في الوراق عبره، مش الوراق بس، تقريبا جميع محافظات مصر. وخلاص الحيطه اللي كانوا بيقولوا لنا نمشي جنبيها، الحيطه خلاص اتهدت. كل حاجه غاليه حتى الاكل. فعلا احنا مش قادرين ناكل. الشعب المصري فعلا مش قادر ياكل ومش قادر يشرب، لان الميه خلاص رابط تروح. والكرامة حدث ولا حرج، احنا بقينا في القاع. ورغم كده في عار ما بعده عار. اخواتنا في السجون، بناتنا في السجون بتغتصب. عار ما بعده عار، هيلاحقنا ابد الظهر ومش قادرين نطلعهم. شيوخنا وعلمائنا، ناس كبار في السن حتى صغيرين في السن، شبابنا كلهم في السجون ومش قادرين نعمل لهم حاجة. احنا في لعنة. ايه اللي اتبقى لنا في الحياة؟ مفيش حاجة تانية فاضلة في الحياة. حاجة واحدة من الحاجات اللي انا قلتها تخلي اي راجل في الدنيا يتجنن. الحمد لله رب العالمين، احنا رجاله، بس مش رجاله في البطاقه بس. احنا لازم نثبت ان احنا فعلا رجاله. انا شخصيا بشعر بالغيره من اهلنا واخواننا في غزه، هم واقفين صامدين رغم الاهوال اللي بتحصل، بس برضه واقفين رجاله. انت بتحس بايه؟ ومع ذلك لا تتوقع اي تغير لاهلنا في غزه طول ما السيسي موجود. اللي فاكر ان في حاجه هتتغير، مفيش حاجه هتتغير. طول ما السيسي موجود مفيش حاجه هتتغير. لا يمكن ان دي تكون النهايه، لا يمكن ده يكون مصيرنا. واللي فاكر ان الموضوع هيفضل كده ومش هيتغير، الامور هتبقى اسوأ من كده. وكلنا عارفين، شعب جيش وشرطة، ان لما الدنيا تسوء جدا وهيحس السيسي بالخطر، هيهرب هو والحلقة الضيقة اللي حواليه، هيهربوا بره. نسيبنا احنا نولع في بعضينا، او بمعنى اصح يسيبنا احنا للحرب الاهلية. مفيش حل غير ان احنا كلنا نتجمع حاجة واحدة: مسلم ومسيحي، اسلامي وغير اسلامي، كلهم في السجون وكلنا بيتنكل بينا. الاول قالوا الاسلاميين وبعد كده غير الاسلاميين. الاول قال لك المسلمين وبعد كده المسيحيين. كلنا لازم نبقى حاجه واحده، كلنا بندوق نفس الكاس، كلنا متعذبين. مواجهه الشرطه مش صعبه، مش صعبه خالص، كسرناها قبل كده وهنكسرها تاني. الامور لما تبقى فيها جديه الشرطه هتخاف وهتجري، والظباط اول ناس بيخافوا على حياتهم، بيخافوا على روحهم، وبيخافوا يشيلوا الليله. الجيش مش هيتدخل، مش عشان حاجه، الجيش مش هيتدخل عشان هيخاف من العواقب. وفي الاول وفي الاخر هم كلهم مش داخلين شرطه وجيش علشان سواد عيوننا او عشان يحمونا، لا، عشان المناصب وعشان الخصائص والمميزات اللي بياخدوها. وبرضه مش هيضحوا بارواحهم وعائلاتهم علشان خاطر السيسي. لو الامور فعلا دخلت في الجد، احنا قدامنا حاجه واحده بس، هي الشرطه. لو اتكسرت الجيش هيخاف. ويمكن الامور دلوقتي كويسه جدا وربنا بيدينا فرصه ولا فرصه، والفرصه اللي احنا فيها دي ممتازه. مفيش حد فاضل حد، كله واقع في بعضه. امريكا واسرائيل واقعين مع ايران، ووراهم الصين وروسيا. وروسيا اوريدي واقعه مع اوكرانيا، والصين عندها مشاكل مع تايوان وعندها مشاكل مع امريكا. محدش فايق لنا، محدش فايق لمصر، ومحدش فايق للنظام. ضيف على هذا ان اصلا محدش طايق السيسي، لان هم عارفين وده راجل شحات بيجي عشان يشحت فلوس ويمشي، فما فيش حد يفايق له ولا حد اصلا طايقه. 30/6 جاي وعايزين ينكد عليهم. اعمل حاجه واحده بس: انشر الفيديو ده لاكبر عدد تقدر ليه، عشان نجمع نفسينا، مسلمين ومسيحيين، اسلاميين وغير اسلاميين، ضد السيسي، ضد هذا النظام. انا عملت اللي عليا وخلصت ذمتي قدام ربنا. الدور عليكم، لازم تعمل حاجه. مفيش حد هيجي يساعدك، مفيش حد هيشتغل شغلك، انت اللي لازم تشتغل. احنا لازم نثبت للعالم كله ان احنا لسه رجاله. نتوكل على الله ونعمل حاجه صح، حاجه هتنجينا كلنا من اللي احنا فيه. احنا كل يوم بنموت بالبطيء بسبب مين؟ بسبب كلب اسمه السيسي. وانا اسف ان انا بوصفه بالكلب، لان الكلب عنده صفه الوفاء والاخلاص. هنقول بسبب خنزير اسمه السيسي. ان شاء الله الفيديو ده يوصل لكل بيت في مصر. اخلص النية لله، اخلص النية لله، اخلص النية لله عشان ربنا يكرمنا. والخطوة اللي جاية هتبقى ان شاء الله مفاجأة. اهم حاجة نجمع نفسينا وننقذ نفسينا من اللي احنا فيه. تنقذ نفسك انت بس؟ لا، انت هتنقذ غزة، هتنقذ السودان وليبيا والدول اللي حوالينا كلها. انت هتعمل معروف كبير جدا. في ناس كتيرة جدا في السجون، خواتنا بتنتهك اعراضهم في السجون. بيتهيألي مفيش بعد كده عار. اخلص النية لله ونشتغل مع بعض. خلوا بالكم من بعض، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.